حلو. تفضل استاذ. شكرا. لا ما تراجعش ورايا، انا فلوسي مضمونه 100%. انا جايبهم من البنك عليك عادل. مو هي هاي المصيبه، لانه حضرتك جايبها من البنك، هوايه بنوك ما تنضمون، والفلوس اللي بالبنوك هوايه بيها مزوره. ده هيوقع قلبي. انا فلوسي كلها من البنوك. استاذ، أنا سابقا كنت أشتغل بالعملة، تركناها لأن ما تجيب همها، قمنا نخسر، ولهذا حولت على الوثائق والمستندات. تزوير الفلوس بيخسر؟ معقوله؟ أستاذ، أنا قبل كنت ملك زماني، الورقة أم $100 أطبعها أبيعها ب$10 وأربحها هواية، بس ولد الحرام دخلوا بيها. ازاي؟ أستاذ، كل مهنة وبيها منافسين، احنا منو كان ينافسنا؟ الحكومة. قل لي شلون؟ انت ما سألتني شلون، بس انا اقول لك. الحكومة كانت عندها مطبعة مال نقود، يعني تطبع فلوس، واني هم كانت عندي ورشة صغيرة اطبع بيها فلوس. الحكومة اول ما بلشت شغلت 10 12، بعدين السنة الثانية صاروا 200، بعدين صاروا 1000. طبعا ذولا يحتاجون رواتب ومصاريف ومكافآت ومخصصات. شو تسوي الدولة؟ تحملها على العملة. أنا كنت أربح والدولة ممكن تخسر، بس ما يهمها الدولة تخسر ما تخسر. أنت بحياتك فد يوم سمعت أكو حكومة أشهرت إفلاسها؟ لا. ولهذا زيدوا سعر الورق وزيدوا الأحبار. يعني صدقني قمت أطبع الورقة $10 وأبيعها ب$9، يعني شغلة ما تجيب همها. قلت أنا لوش بعد متعب حالي. والله رايك بلاها الشغلانه دي، خليك في المستندات احسن. صحيح. أسولف لك، فد يوم جاني وزير بالحكومة. وزير؟ وزير منزعج. قلت له شبيك؟ قال لي عمري 74 سنة وأطلع تقاعد. قلت له لا تدوخ، الموضوع يمي. سويت له هوية أحوال مدنية جديدة، أوراق رسمية كلها جديدة، وسويت عمره 54 سنة وجددوا له بالوزارة. ده انت لو اشتغلت في مصر هتبقى مليونير. وحياتك يا دكتور انا ليا طلب عندك. أؤمر أستاذ. عايز وثيقه جواز رسميه. سهلة، غالي والطلب رخيص. وثيقة الزواج، هاي مال طلاق. طلاق ايه؟ وثيقه جواز. زواج؟ أي. هاي. العفو أستاذ، اسم المحروسة يعني الزوجة. كاميليا حسين ابو المكارم. كاميليا حسين أبو المكارم. والزوج؟ انا. يعني محمد سعيد جاسم؟ لا، انا ناجي محمود عطله. ناجي محمود عطله. رائد. نعم دكتور. أخذ هذه القسيمة مال الزواج وسوي لي إياها بسرعة. العفو، إيش وقت تريد أخلي تاريخ الزواج؟ من 15 يوم. 15 يوم. سمعت؟ يلا. تأمر دكتور. هذا شلون كلام؟ ابو القاسم قال لي انتم متزوجين انت وكاميليا. ما اصل احنا اتجوزنا في سوريا، فانا خايف للوثيقه تطلع مزوره. هنا اضمن. عفارم عليك أستاذ. صحيح اكو ناس ما عندها ضمير وممكن تزور. اي ممكن تزور. استاذ ناجي، تحب اسوي لك شهاده ماجستير دكتوراه وباي بلد بالعالم، انت بس اؤمر. تدري انت يعني نص الوزراء عندي زباين، اسوي لك شهاده دكتوراه فوق البيعه ومجانا. دكتوراه يا ولد. استنى بس، دكتوراه ايه؟ دكتوراه في ايه؟ باللي عجبك، طب هندسه صيدله بيولوجي سايكولوجي. انا عايز دكتوراه في الفيمتو ثانيه. نعم. فيمتو ثانيه. ما سامع بها من قبل. طيب خليها في الجراحه، دكتوراه في الجراحه. في الجراحه.
اي اسوي لك شهاده دكتوراه من ادنبرا وباسم ناجي عطله وبالجراحه. رائد عبد الكريم عبود مصطفى. خد يا ابراهيم، ده اسمك. كل واحد ينسى اسمه ويحفظ اسمه جديد لغايه ما نوصل اربيل. حيدر احمد خالد. ادي ده التهامي. ده بقى صبري عبد المنعم حسين. خد يا حسام. علي عبد المحسن حامد. خد يا شيخ حسن. وانا كبير. انت اهو. اسمه هيكون ايه يا كبير؟ زاير حذافه جوري. مين يا باشا؟ زاير حذافه جوري. ماشي يا كبير، انت تؤمر. يا جماعة احنا داخلين على أربيل شمال العراق. هاي الأراضي كلها تابعة لكردستان، يعني 40 كيلو ندخل أربيل. أربيل بلد قديم. محدش يتكلم ولا يفتح بقه، احنا داخلين على نقطة كردية. لا تخافون، أنا صديقي ينتظرنا هنا. كردي؟ كردي، سردار صديقي اللي حكيت لك عليه. يا جماعة نكون الهويات. بخير بيه، زور بخير بيه كاكا سعد. ضيوف كاكا سعد. أهلا وسهلا. أعطيني هويات. هذه جوازات. تفضل. محمد سعيد جاسم. لا.